السكوترات العادية بتقدم لك الراحة والسواقة السلسة على عكس تماما البايكات الريسنج اللي بتقدم لك السرعة والأداء، بس مش قد كده في الراحة. لكن ياماها ما كانش عاجبها الكلام ده وقررت ان هي تدمج الاتنين مع بعض، ومن هنا ظهر اول موديل لياماها تي ماكس. وانا اسلمه في الفيديو ده اقول لك على تاريخ التي ماكس بكل اجياله. صدقني الفيديو ده جامد وهتسمع فيه حاجات جديدة، علشان كده لو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي واعمل لايك وخلينا نشوف ايه حكاية التي ماكس من ياماها. في اواخر التسعينات ياماها كانت بتفكر بطريقة مختلفة. السوق كان مليان بسكوترات صغيرة للمدن وارقامها عادية ومواترها عادية وصغيرة برضه، موتوسيكلات كبيرة للسفر والاداء العالي، لكن محدش فكر يخلط الاتنين مع بعض. ياماها قالت ليه ما نعملش سكوتر بالراحة والعملية بس بقلب موتوسيكل رياضي، ومن هنا جت الفكرة الرهيبة للماكسي سكوتر. مصطلح ماكسي سكوتر ده بيتقال على السكوترات اللي فوق 250 سي سي الكبيرة. لكن ياماها ما كانتش اول شركة تقدم سكوتر كبير او قوي، هوندا هي اللي بدأت الموضوع ده بسكوتر اسمه هوندا سي ان 250 سنة 1986. كان سكوتر مريح جدا بس تصميمه اقرب للكروزر مش رياضي، وشكله غريب والله ونازل لتحت كده من قدام تحسه خارج من فيلم باك تو فيوتشر. سوزوكي برضه قدمت سكوتر اسمه بيرجمان وده مشهور جدا في مصر ونزل اول مرة في نص التسعينات، برضه سكوتر بموتور كبير. ولكن سنة 2001 ياماها قدمت التي ماكس اكس بي 500، وهو اول ماكس سكوتر فعليا بشاسيه اقرب للموتوسيكل الرياضي وموتور متوسط 500 سي سي، وده كان نقلة قوية جدا. يعني ياماها ما اخترعتش الفئة لكن غيرت مفهومها بالكامل. بدل ما الماكس سكوتر يكون مجرد سكوتر كبير ومريح، بقى سكوتر بأداء موتوسيكل وممكن تسافر بيه وتستمتع كأنك على سبورت تورينج بالظبط. وده اللي خلى التي ماكس اسطوره وخلق حواليه جمهور ضخم خاصه في اوروبا، وكمان مشهور قوي عند اخواتنا في المغرب وتونس، بيحبوا قوي الاسكوترات هناك. وبصراحه سكوتر يتحب. فخلينا نشوف الجيل الاول كان عامل ازاي. ياماها نزلت التي ماكس اول مره سنه 2001 ونزل بقوه من اول جيل وعمل فرق في الفئه من اول جيل على طول. ما كانوش بيهزروا او بيجربوا، هم عارفين انهم عاملين حاجه قويه وهتعجب الناس. وبصراحه كان عندهم حق. في اول جيل كان شكله حلو واداؤه جامد وعمل قلبان لما نزل، لانه دمج ما بين راحه السكوتر مع متعه وسرعه الموتوسيكلات الكبيره، وده كان جديد في وقتها عشان جاب حاجه جديده فعلا للفئه. سكوتر 500 سي سي 2 سلندر بيخرج حوالي 40 حصان وعزم دوران بيقرب من 45 نيوتن متر. نظام النقل كان سي في تي، شبه اللي بنشوفه في العربيات كده، اوتوماتيك بالكامل، وده اللي خلاه سهل وسلس في السواقه جدا. السرعه القصوى كانت حوالي 160 كيلومتر في الساعه، وده كان رقم ضخم وقتها بالنسبه للسكوتر في 2001. يعني الموتور مكانه في نص السكوتر مش ورا، وده غير قواعد اللعبه لانه خلى السكوتر متوازن اكتر بكتير واسهل في التحكم حتى مع الموتور الكبير اللي فيه. والوزن اتوزع احسن والثبات زاد جدا خصوصا على السرعات العاليه. الشاسيه كان من انابيب الفولاذ متين بس مش خفيف، بالظبط شبه الشاسيهات الموتوسيكلات الريسنج بتاعت ياماها في وقتها. متخيل سكوتر فيه شاسيه بايك ريس؟ يعني حاجه عجيبه، بنظام تعليق مريح عشان التجربه تبقى كامله، ونظام فرامل قوي جدا بالنسبه للسكوتر. واكتر حاجه كانت بتميز التي ماكس هي سهوله الاستخدام، بتاخد راحه السكوتر وسلاسته في الزحمه، وفي نفس الوقت بيقدر يبلع طرق سريعه وسفر وحتى مطاردات لو حبيت، وطبعا جري من هنا للصبح. لما نزل في اوروبا الناس اتجننت عليه حرفيا، مبيعاته كانت قويه جدا من اول جيل خصوصا في فرنسا وايطاليا واسبانيا اللي دايما عندهم ذوق خاص للماكس سكوترز، والسكوترات بشكل عام هناك بيحبوها جدا. مقارنه مع اللي كانوا موجودين وقتها، المنافسين كانوا سكوترات اصغر زي سوزوكي بيرجمان 400، كام سكوتر تاني بس كلهم اقل من 400 سي سي. لكن تي ماكس لعب في حته تانية خالص وحط على كل المنافسين. كل ده ولسه ما اتكلمناش عن تصميم السكوتر ده. تصميم جامد بالنسبه لانه نزل في 2001، كشافين اتنين من قدام وجسم مسحوب، والجزء بتاع الشاسيه اللي باين من الجنب واللون الاصفر كان مميز قوي في السكوتر ده. الاكزوست الكبير اللي طالع من الجنب بيكمل روعه التصميم الياباني. طبعا السكوتر ما كانش البيرفكت برضه، كان فيه شويه عيوب وعيوب تضايق كمان، رغم انه سكوتر وزنه كان حوالي 197 كيلو وبيزيد لحد 220 كيلو بالسواق، وده تقيل على فئه السكوتر، واللي هيخلي سواقته على السرعات القليله صعب، والمناوره بيه صعبه برضه ومرهق شويه بسبب وزنه التقيل. التخزين تحت الكرسي برضه ناس اشتكت انه كان صغير جدا. عيوبه ما كانتش قاتله لكن وضحت لي ياماها ايه اللي محتاج يتظبط في الاجيال اللي بعد كده، وده اللي خلى الجيل الثاني يظهر بتحسينات قويه جدا ويبدا يصنع شعبيه التي ماكس اللي نعرفها النهارده. بعد ما ياماها فاجئت السوق بالجيل الاول سنه 2001 وبقى ناس اكتر بكتير مهتمه بالنوع ده من الاسكوترات، كان لازم الجيل الثاني يثبت ان ده مش مجرد ترند، دي بدايه اسطوره اللي نزل من 2004 لحد 2007 تقريبا. فاللي عملوه انهم ظبطوا كل العيوب اللي كانت موجوده في الجيل الاول وحسنوا كمان على المميزات اللي كانت في الجيل الاول برضه. فبداوا بالشاسيه وغيروه خالص بواحد جديد اخف وبيستحمل اكتر. بدل الشاسيه المعدني الكامل استخدموا هايبريد فريم عباره عن ميكس ما بين الومنيوم وفولاذ. ده زود الثبات في السرعات العاليه وقلل الوزن وخلى التحكم انعم بكتير في الاسكوتر ده اللي حل مشكله كبيره تقريبا كانت في الجيل الاول وهي مشكله الوزن. نظام التعليق الخلفي اتطور علشان يقلل الاهتزازات ويحسن الراحه في المشاوير الطويله. الفرامل بقت اقوى، فدلوقتي ظهر نظام اي بي اس بس مش في كل الموديلات والاسواق، كان نادر شويه ان انت تلاقيه. بس الفرامل اللي قدام بقت دبل ديسك وده اللي خلاها اقوى ومناسبه اكتر للبايك اللي بيجري بالشكل ده. لسه بنفس الموتور ال 500 سي سي لكن مع تحسينات وزياده في الاحصنه، فبقى بيخرج 43 حصان، يعني 3 حصان اكتر من الجيل الاول. لكن ظبط السي في تي اكتر عشان ينقل اسرع ويديك تجربه انعم بشكل عام. يعني الجيل التاني خلى تي ماكس تحسه بقى عاقل اكتر،
بقى مريح في السفر والمسافات الطويله وفي نفس الوقت سريع وناعم، وكمان رياضي كفايه انك تستخدمه في الزحمه وعلى طريق مفتوح وتحس انه موتوسيكل فعليا مش مجرد سكوتر كبير وخلاص. التارجت بتاعه كان واضح، ياماها كانت شايفه فيه بديل عملي للناس اللي بتحب تركب سكوترات لكن عايزه الراحه بتاعه السكوتر وفي نفس الوقت القوه والثبات بتاع الموتوسيكل، وبرضه استعمال يومي من غير وجع دماغ، وده كان اهم حاجه ياماها بتلعب عليها في الموديل ده. والتصميم فضل زي ما هو تقريبا. الجيل ده التغييرات كانت بسيطه قوي في التصميم، وبشكل شخصي بحب ياماها جدا وبيعجبني ذكاء الشركه دي في التسويق بتاعه. الجيل التاني نجح وباع اكتر حتى من الجيل الاول بسبب المشاكل القليله والسمعه الكويسه للسكوتر ده، وبدا يظهر مجتمع كامل من ملاك التي ماكس وتجمعات وتعديلات وحتى سباقات بالسكوترات. وهنا ياماها عرفت انه ميعاد الجيل الجديد وصل. الجيل ده كان فيه تغيير كبير بس مش في الموتور، كان في التصميم اتغير بشكل كامل مش شبه حتى الجيل الاول في اي حاجه. التصميم بقى حاد ومليان خطوط في جسم السكوتر وشكله فعلا بقى رياضي اكتر بكتير من الجيل الاول. واحلى حاجه الكشاف اللي قدام بالتصميم المسحوب اللي بقى شبه قوي موديلات ار اللي كانت بتنزل في وقتها، وده بيوضح اكتر توجه الشركه مع السكوتر ده. كاوتش اعرض وجنط اكبر عشان ثبات احسن، حتى الشاسيه اتغير برضه في الجيل ده وبقى شاسيه الومنيوم جديد بدل الشاسيه الحديد او النص نص في الاجيال اللي فاتت. الشاسيه الجديد بقى اخف وزنا وبقى اصلب، بالتالي تحكم احسن. نظام فرامل جديد، فرامل اللي قدام برضه دبل ديسك بس بقت احسن واكبر، وتحسين في احساس بالفرامل، وجوده التوقف عامه كلها زادت. لاول مره كل النسخ بتنزل BBS وده زود الامان جدا وبقى موجود في كل النسخ ومش نادر زي الجيل اللي فات. نفس الموتور ال 500 سي سي التوين لكن بوزن اخف وتحكم احسن، فالتسارع بقى امتع وبقى بيجيب سرعه قصوى لحد 170 كيلو. برغم التحسينات والتظبيط ده كله لكن برضه الناس كانت بتشتكي من كام حاجه في التي ماكس الجيل ده. ناس كتير اشتكوا ان السكوتر ده عنده اداء محترم لكن صوته مش بيعبر عن كده خالص، وده خلى ناس كتير تركب له اكزوست افتر ماركت اكروبوفيك مثلا وحاجات تانية. برضه الناس قالت الموتور بقى محتاج تحديث رغم انه متطور، لكن لسه ناس بتطلب بقوه اكتر وخصوصا بعد ما بقى فيه منافسين اقوى. استهلاك البنزين مش اقتصادي خالص في السكوتر ده، حوالي 6 لتر لكل 100 كيلو، وده كتير بالنسبه للسكوتر او حتى لشويه موتوسيكلات اكبر. وكمان السعر ابتدى يعلى مع انه سكوتر لكنه بقى داخل في فئه اسعار السوبر بايكس الصغيره، وده خلى بعض الناس تقول ان هو اوفر برايسد جدا. والمنافسين وقتها ما كانوش اقوى حاجه بس في نفس الوقت كانوا بيخوفوا شويه. فسوزوكي نزل السوزوكي بيرجمنت 650 وده كان منافس شرس جدا وبيقدم راحه اكتر بس اقل رياضيه وقتل في الوزن بكتير. جاليريا GB 800 اقوى سكوتر وقتها بموتور في توين 840 سي سي وتسارع صاروخي، لكن الناس كان صعب عليها تثق في البراند ده وصيانته كانت صعبه جدا. الجيل ده خلى الناس تبص على التي ماكس بشكل مختلف تماما، مش مجرد وسيله مواصلات مريحه، لا دي آلة ممتعه سريعه شكلها حاد وبتخطف العين من اول نظره. وبدا يظهر جيل كامل من التي ماكس لافرز خصوصا في ايطاليا وفرنسا وتركيا وطبعا في دول المغرب العربي زي المغرب والجزائر وتونس، منتشر جدا هناك وبدا ينتشر اكتر من الاجيال اللي بعد ده كمان. والجيل ده اللي مهد الطريق للجيل اللي بعده الجيل الرابع. الجيل الرابع هو الجيل اللي ياما ركزت فيه على الاداء اكتر من الشكل على عكس الجيل اللي فات، فالموتور بقى اكبر وبقى 530 سي سي وده زود العزم والقوه وخصوصا في الميد رينج. هو بيخرج 46 حصان وعزم حوالي 52 نيوتن متر، وزن الجيل ده وصل ل 220 كيلو وبقى بيجيب سرعه قصوى حوالي 180 كيلومتر في الساعه. بقى بيسحب اقوى وتحس انك راكب سكوتر رياضي بجد مش مجرد ماكس سكوتر عادي. والجيل ده بقى بيمشي بسير زي العربيات مش بجنزير زي الموتوسيكلات، وده فرق شويتين في الاداء. برضه في الصوت بقى صوته انعم ونقل الغيارات بقى سلس اكتر واسرع، والاعطال كمان قلت بسبب انه مفيش دوشه الجنزير والتنظيف والتشحيم والكلام ده مبقاش موجود خلاص. التصميم برضه اتغير شويه واكتر حاجه اتغيرت تصميم الفوانيس اللي قدام مع عدسات LED شكلها هجومي جدا، شكله فعلا كان فخم وشيك. بفضل الشاسيه الالومنيوم والنظام الجديد للنقل بقى وزنه اقل من الجيل الاقدم، ده ساعد في تحسين الثبات والتحكم بشكل عام. حتى التكنولوجيا اتطورت، ده اول جيل ينزل بشاشه بتعرض لك المعلومات المهمه زي السرعه والبنزين والكيلوهات والكلام ده، وبرضه ما نسيوش الفرامل. تطوير في الاداء والكاليبرز مع وجود نسخه EBS زي الجيل اللي قبله. التطوير كان حلو بس جاب معاه شويه مشاكل زي انه لسه غالي، برضه السعر فضل عالي جدا مقارنه بالمنافسين وده كان بيخلي الناس تروح لحلول تانية ارخص. السيري الجديد ده مكلف في تغييره، صحيح مش بيحتاج صيانه كتير لكن وقت لما تيجي تغيره هتدفع اعلى من لما تدفعه في جنزير، وبرضه الاستهلاك لسه مش اقتصادي رغم ان الموتور اتطور. البنزين بيخلص بسرعه لو بتسوق بطريقه عنيفه شويه. المنافسه وقتها بقت اصعب لان الالمان والطليان دخلوا في الموضوع والوضع بقى صعب فعلا على ياماها اللي قعدت فتره كبيره بتلعب لوحدها في الفئه دي. فBMW كان عندها السي 600 سبورت منافس الماني شرس بنفس القوه تقريبا لكن اغلى واعقد في الصيانه، وتصميمه ما كانش قد كده برضه لكنه كان موجود في السوق والناس كانت بتفكر فيه. وبرضه ابريليا SRV 850 سكوتر مجنون بموتور في توين وسرعه مرعبه لكنه مش عملي وصعب في الاستخدام اليومي، ولسه ياماها تكسب في التصميم بسبب انها على قديمه في الحته دي. كيمكو AK 550 بدا يظهر وقتها، شركه صاعده كانت بتحاول تقتحم السوق بنفس الفئه بسعر ارخص والناس بدات تلاحظ الشركه دي وقتها. المنافسه بشكل عام وقتها كان فيها
اوبشنز اكتر من ياماها، وده اللي عمل قلق شويه عندهم. بس الجيل ده خلى التي ماكس يثبت نفسه كملك الماكس سكوتر في اوروبا. الشباب حبوه والكبار استخدموه، وحتى ناس كانت بتركب سوبر سبورت بدات تنجذب ليه بسبب راحه السواقه والهيبه اللي بتاخدها معاه. الجيل ده بالتحديد فتح الطريق للي جه بعده، جيل فيه تكنولوجيا ورفاهيه بسرعه بشكل ما حصلش قبل كده. بس قبل ما نتكلم عن الجيل اللي بعده، في حاجه عاوز اقول لك عليها. في لخبطه شويه بتحصل في ترتيب اجيال التي ماكس، لان ياماها ما بتعلنش دايما عن كل جيل بنفس الشكل. فالجيل ده فضل ينزل لحد 2016، وكل سنه بيعملوا تغيير او تعديل بسيط. بس في ناس بتعتبر انه من اول موديل 2014 لحد 2016 ده جيل لوحده، بس مش هنتكلم عنهم لانهم ما فيهمش حاجه مميزه قوي. يعني هو كان نفس الشكل تقريبا ونفس كل حاجه، وكانوا بيظبطوه كل سنه. وخلينا نشوف الجيل الخامس اللي هو كان فيه تغيير كبير فعلا قدموا فيه ايه. الجيل ده اكتر جيل اتشهر من تي ماكس، واكتر جيل كان فيه تعديلات وتحسينات فيهم كلهم. وكالعاده زي كل جيل، اول حاجه غيروها كانت الشاسيه. شاسيه جديد بالكامل. ياماها طورت الشاسيه الالومنيوم بالكامل وقللت الوزن بحوالي 9 كيلو مقارنه بالجيل اللي قبله. توزيع الوزن اتحسن، وده ادى لثبات اعلى خصوصا على السرعات العاليه. برضه التكنولوجيا اتطورت جامد قوي في الجيل ده، وبقى فيه كل حاجه ممكن تتخيلها. فده كان اول جيل ينزل بثروتل باي واير، يعني السلك الالكتروني بدل السلك العادي للبنزين. تراكشن كنترول وباور مودز وضعيات قياده وكل حاجه ممكن تتخيلها موجوده هنا. سمارت كي، يعني حرفيا بتركب وتدور وتمشي والمفتاح برضه في جيبك. التعليق برضه اتغير بالكامل، فبيجي مساعد مقلوب قدام ومساعد وسطي ورا، وده اللي خلى الركوب اريح والثبات اعلى بكتير جدا. بس المميزات دي مش في كل النسخ، فياماها عملت منه 3 نسخ. كل ما تعلى في النسخ كل ما تاخد مميزات اكتر، وطبعا سعر اعلى اكيد. التي ماكس ستاندرد، وده النسخه العاديه اللي ما فيهاش غير الحاجات الاساسيه بس. وتي ماكس اس اكس سبورت اكتر وفيها تراكشن كنترول وباور مودز. وتي ماكس الدي اكس نسخه التورينج شامله كل حاجه، وكمان فيها اضافات اكتر، زي ان فيها تسخين في المقابض وكمان تسخين في الكرسي، ويند سكرين كهرباء تقدر تتحكم فيها ترفعها وتنزلها، كروز كنترول ومثبت سرعه ذكي، وشاشه اجدد وذكيه اكتر. واهم ميزه برنامج ياماها ماي رايد لاول مره عشان تتابع بيانات السواقه والصيانه من موبايلك. الموتور هو نفسه 530 سي سي، بيخرج حوالي 45 حصان، وتسارع الجيل ده بقى اسرع من الاجيال اللي فاتت كلها، وبقى بيجيب توب سبيد تقرب من 170 كيلومتر في الساعه. والتصميم في الجيل ده نقدر نقول انه وصل للبرايم بتاع التي ماكس. تصميم روعه وحاد اكتر من الاجيال اللي فاتت كلها، ومع افتر ماركت اكزوست فعلا بيبقى شكله رهيب. مع التصميم المسحوب من الجنب والعنيف من قدام، سهل جدا تعرف انه ياماها تي ماكس من على بعد كيلو مثلا. تصميم الجيل ده فعلا مميز ومش شبه اي حاجه تانية في الفئه، والجيل ده كسب المنافسين وباع اكتر منهم كلهم، لان بي ام دبليو ما حطتش مجهود كبير في التصميم السكوتر بتاعهم زي ياماها، اللي هو البي ام دبليو سي 650 سبورت. مش معروف قوي لكنه منافس قوي، بس التي ماكس يكسب بسبب فرق التصميم. ودلوقتي التي ماكس بقى فيه كل التكنولوجيا الموجوده في بي ام دبليو، وده اللي خلى المنافسه اصعب كمان. لكن اللي كان منافس صعب وقوي فعلا هو الكيمكو الاي كي 550، وده هو المنافس الاول لياماها. شركه كيمكو في 2019 الناس كلها عرفتها بسبب السكوتر ده، بالذات الناس اللي كانت مهتمه بالتي ماكس. والسكوتر ده تحديدا عملت مبيعات كويسه بسبب انه كان بيقدم تجربه قريبه جدا من التي ماكس وبسعر ارخص، وشبهه كمان حتى في الشكل، لدرجه ان في ناس كانت بتتلخبط بينهم هما الاثنين. وكيمكو عامه من الشركات اللي بتعمل سكوترات حلوه، ممكن نبقى نعمل عنهم فيديو لو حابين. اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو وقول لي في الكومنتات. وبرده كان في منافسين تانيين من هوندا وشركات تانية، بس دول كانوا اشهر حاجه بتنافسهم يعني. باختصار الجيل ده كان من انجح الاجيال اللي عدت على تي ماكس، وخصوصا في اوروبا. اكتر سكوتر رياضي اتباع في ايطاليا وفرنسا، مجتمعات كامله كونت حوالين التي ماكس، بقى ايقونه في عالم الماكس سكوتر، واول حاجه بتفكر فيها لما الموضوع ده يجي في بالك. الجيل ده فضل مكمل شويه حلوين، وكل سنه كانوا بيعملوا تغيير بسيط او تحسين بسيط برضه، لحد 2022 لما نزلوا الجيل الجديد كليا. ياماها قررت ترفع سقف اللعبه وتحول التي ماكس من مجرد سكوتر ماكس رياضي الى حاجه تانية خالص، مزيج بين الموتوسيكل الرياضي واللاكجري سكوتر. الجيل ده كان معمول عشان ينافس مش بس في الاداء، لكن كمان في الراحه، التكنولوجيا والشكل الفاخر. ومش بينافس الاسكوترات بس، ده كمان بينافس البايكات التورينج. حتى الموتور كبر بقى 560 سي سي، بيخرج تقريبا 48 حصان و55 نيوتن متر عزم. التسارع بقى انعم واسرع، نظام التبريد والعادي متحسنوا علشان يقللوا الوزن ويحسنوا توزيع الحراره. الالكترونيات والتكنولوجيا كمان اتطورت هنا، بقى الضرب التقيل حرفيا. ياما حط كل اللي عندها، واستعد يا صاحبي عشان انت هتسمع حاجات كتير جدا. شاشه تي اف تي ضخمه 7 بوصه، فيها نافيجيشن مودمك لما توصل موبايلك، يو اس بي وواي فاي وبلوتوث، ممكن توصلها بالموبايل بالكامل وتتحكم في المكالمات والميديا، وغالبا ممكن تشغل فيلم وتتفرج عليه وانت سايق. طبعا كل مواصفات الامان موجوده في الجيل ده برضه. باور مودز وتراكشن كنترول وكروز كنترول، اي بي اس متطور، سمارت كي زي الجيل اللي قبله بس دلوقتي بقى بيشتغل احسن، السكرين اللي قدام كهربا برضه، كمان تسخين في الكراسي وتسخين في المقبض، كرسي مريح جدا ومستوى جديد من الفخامه، وضعيه ركوب محسنه رياضيه اكتر لكن مريحه برضه في نفس الوقت.
تحكم الكتروني في كل حاجه تقريبا، وتقدر تدور السكوتر ده من بعيد. حرفيا الدلع كله موجود في الجيل ده. الجيل ده شكله مش بس هجومي، ده بقى شكله فضائي بمعنى الكلمه. واجهه من قدام شبه الار 1 ام في العثمانيه، وشكله يشد جدا وتحب تفضل تبص عليه كده من غير ما تعمل حاجه. كشافات قدام ليد رفيعه جدا وعنيفه، جناحات قدام بزاويه حاده جدا. شكل العدادات بقى جامد جدا، وبقى شكله كانك راكب سوبر بايك بالظبط. والجيل ده بقى ينزل منه نسختين بس، تي ماكس 560 العادي، وتي ماكس تك ماكس اللي بينزل فيه كل الكماليات. وعيب الجيل ده كانت اقل من الاجيال كلها، وانا شايف انه ما فيهوش عيوب تقريبا، بس الناس طبعا بتحب تشتكي على اي حاجه، فكانوا بيشتكوا من ان السعر غالي جدا، ودي ممكن يبقى عندهم حق شويه. وفي ناس شايفه ان تطوره من 530 ل 560 سي سي مش فارق جامد قوي من حيث الاداء الخام، بس بالنسبه للسكوتر فهو بيديك كل اللي ممكن تحلم بيه من اداء او تكنولوجيا. تي ماكس بقى في حته تانية خالص، بقى سكوتر لكريمه المجتمع فعلا، مناسب للي عايز راحه، شكل هجومي، تكنولوجيا احدث من معظم الموتوسيكلات حتى، وركوب يوميا بقى ده مش بعيد عن السوبر بايكس. من اول ما نزل سنه 2001 والتي ماكس بيكسر كل القواعد. موتوسيكل لا، سكوتر لا برضه، هو كيان لوحده. كل جيل كان بينقل التجربه للي بعده، من فكره جريئه في بدايه الالفينات لاسطوره بقت بتتصدر المشهد في اوروبا واسيا، وتبني قاعده جماهيريه محدش شافها قبل كده لاي ماكس سكوتر. ياماها ما اكتفتش بالراحه او الشكل، هي عملت سكوتر ممكن يخلي اي حد يفكر مرتين قبل ما يركب سبورت بايك او حتى تورينج. تي ماكس مش مجرد حاجه بتنقلك، حرفيا ده لايف ستايل. في الاخر اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى تقول لي رايك في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وشكرا على المشاهده.